تشكيلة المنتخب التي ستخوض نهائية كأس إفريقيا بالغابون، إلا أن بعض التفاصيل قد تغير كل شيء رأسا على عقب. هيرفي غونار وجد نفسه وجها لوجه أمام إصابات لاعبيه واحدا تلو الآخر، فجاءت اللائحة النهائية لتؤكد غياب يونس بن الهندة وأسامة طنان لاعب سانت إتيان الفرنسي بداعي الإصابة، وكان على رونار أن يبحث عن بدائل، فوقع الاختيار على عزيز بوحدوز لاعب سانت باولي الألماني. لم تتوقف الأخبار القادمة من معسكر الأسود عند هذا بعدما راجت معلومات حول إصابة بوفال ومرابط، رغم ذلك قد ضمهما الناخب الوطني للائحة النهائية. وبعد الضجة التي خلقتها قضية غياب حكيم زياش عن لائحة الأسود، ساد الترقب حول الأسماء التي تسقط من اللائحة، فكان لاعبا الدوري المحلي محمد الناهري لاعب الفتح الرياضي واسماعيل الحداد لاعب الوداد، فيما اصطحب أمين العطوشي. تبقى هذه اختيارات مدرب المرحلة، قد تصيب وقد تخطئ، وخلاصة القول أن هيرفي غونار بقي وفيا لمفاجأته في كل المحطات المنافسة الإفريقية، فعلها مع زامبيا وكوت ديفوار ونجح في خطف اللقب مرتين، فهل يفعلها للمرة الثالثة؟